السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ الأمور. هنعمل النهارده احلى سمك في الفرن بمعلقه زيت واحده بس. جميل جدا. يلا نشوف معانا ايه. معايا هنا بطاطس مقطعاها صوابع تخينه شويه، والتوابل بتاعتي ملح، كمون، كزبره ناشفه، كركم، معلقه بهارات، وبابريكا. وده فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وشرايح طماطم، معلقتين كبار توم، ومعلقه زيت. وده سمك بولتي. زي ما انت شايفه فتحاه من البطن، منضفاه. هعمل فتحات في الجلد من بره عشان برضو احط فيها التتبيله. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات، وتشتركوا في قناه الامور. خلاص كده عملت فتحات في الجلد من بره. هنعمل بقى دلوقتي التتبيله. هحط ده شرايح بصل، هحطها برضو مع الخضار بتاعي. هحط التتبيله كلها، البهارات كلها، ومعلقتين الثوم، ومعلقه زيت. انا جبت معلقه زيت كمان عشان احطها على يعني السمك من فوق، بس هم معلقتين زيت في الوصفه. هحط دلوقتي التتبيله بتاعتي، خلاص قلبتها. هحطها من جوه ومن الجلد من بره. خلاص كده حطيتها من جوه. هحطها برضو في الفتحات اللي من بره عشان يبقى تتبيله في السمكه كلها. تمام كده. هحط في التانية كمان. طبعا بتكوني مجهزة الفرن عشان تحط الصينية على طول. هحط في الفتحات اللي في الجلد. طبعا الوصفة دي جميلة جدا ومختلفة، ما فيهاش ادام كتير ولا زيت كتير، هما بس معلقتين زيت. خلاص كده خلصنا التتبيلة بتاعت السمك، وباقي التتبيلة هحط فيها البهارات، البطاطس، وباقي الخضار بتاعي، والفلفل الالوان احمر واصفر واخضر، وشرايح البصل. هقلب كل ده مع بعض. طبعا البولة طلعت صغيرة فحطيت في واحدة اكبر عشان الخضار ياخد كل التتبيلة. هقلب كل ده، وبعد كده هجيب الصينية بتاعتي، دهنيها بس زيت بسيط جدا عشان الحاجة ما تلزقش فيها. هحط الخضار كله، وهسيب المعلقتين بس فلفل وبصل في الاخر عشان احطهم على السمك من فوق. شلت معلقتين فلفل وبصل. هوزع كل الخضار بتاعي. طبعا انتي بتعملي بالكمية اللي انتي عايزاها. تمام كده. هحط السمك بتاعي على الخضار. هحط السمك، واحط عليه باقي الخضار اللي هو الفلفل الالوان والبصل. تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ الامور. كده خلاص حطيت الخضار
حطيت معلقة من التتبيلة على شرايح الطماطم، هحطها برضو على السمك. تمام كده، وهدخلها الفرن ونشوف شكلها في النهائي عامل ازاي. وده شكلها في النهائي، جميلة جدا وما فيهاش ايدام كتير. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناة الأمور عشان يوصلكوا كل جديد، وبالهنا والشفا.